ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند محمد من قناه حياتك احلى مهند محمد. هنعمل معاكم النهارده بتنجان المخلل باسهل واسرع طريقه. هتعمليه وانت واقفه في المطبخ ومش هياخد منك ولا وقت ولا مجهود. ركزي معايا كده في الخطوات وامشي معايا واحده واحده. يلا بينا نبدا في الوصفه. يلا. هنحتاج نص كيلو من البتنجان الاسود او البتنجان الابيض زي ما تحبي. هنحتاج عدد حبتين بنجر متقطعين قطع. هنحتاج عدد 3 حبات فلفل رومي وسط. نص فلفلايه احمر. نص فلفلايه اصفر. تمام. عدد جزرتين وسط. عصير ليمونة. هنحتاج معلقتين توم مهروس. تمام. معلقتين كبار من خل. نص معلقة كمون. نص معلقة كزبرة. معلقة ممسوحة من الملح. ربع معلقة فلفل اسود. في حلة على النار هنحط ميه مغلية وهنضيف ليها معلقة توم باودر. نص معلقة ملح. معلقتين كبار من خل. وهننزل بكمية البتنجان والبنجر ونسيبهم بعض كده لحد ما يتسلقوا. بعد ما يتسلقوا يا جماعه هقطع عليها فلفلايه رومي قطع. هتدي تيست رائع قوي البتنجان المخلل. هنضرب كل المكونات الخلطه مع بعض كده. تمام. بحيث ان المكونات كلها تبقى خشنه وهنضيف ليها بقى ايه بقدونس وشبت. شايفين المكونات كده يا جماعه ايه خشنه مش عجينه. ده بتنجان مخلل صفيته شلته من ميه السلق. تمام. وفتحته فتحه كده ايه في النص. تمام. زي ما انتم شايفين كده مش من الاخر الاول لا فتحه كده ايه في النص. تمام. وهحشيه من جوه كاني ببطنه من جوه بالخلطه. ده الشكل النهائي للبتنجان المخلل بعد ما حشيته. وعلى فكره انت ممكن تاكلي بتنجان المخلل من غير ما تحشيه لان انا حاطه في ميه السلق توم باودر وملح وخل. وممكن بعد ما الميه تهدى عليه خالص يعني بعد ما الميه تبقى بارده عليه خالص تضيف عصير ليمون. هتدي طعم رائع قوي للبتنجان المخلل. ان شاء الله تجربي البتنجان المخلل المحشي او الغير محشي ان شاء الله ويعجبك. لو عجبك الوصفه لايك واشتراك في القناه ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.